اهلا اهلا، صباح الخير على عيونكم. هسيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنا كنت لسه صاحي، حابة اشارك معاكم روتين. انا بشارك روتين كل سنة مرة. انا فعلا بصور في القناة عشان انا بحبها مش اكتر ولا اقل، هي مفيهاش تفاعل كتير عامة. هنا بقى فطرت كده اللي هو العيش الياباني اللي طالع الجديد ده، ما تجيبهوش، مش حلو خالص خالص خالص، حرام في الفلوس بجد. بس انا جبته عشان ابني كان عايزه وجبته، وفي الاخر بصراحه يعني ما عجبنيش، وعملت له بيه كده، حطيت واحد في اللانش بوكس وخلاص مش هجيبه تاني. عايزه اقول لكم ان انا فرشت فرش الشتاء روقت ترويقه الشتاء، بس ما صورتش لان صعب جدا خالص خالص ان انا اصور الفتره دي. بصراحه ما بعرفش خالص من ولادي، ومراد كمان. طبعا انتوا عارفين الطفل في السن ده بيبقى ماسك في الام قوي، ف ما بعرفش، جو تعب دايما بقى كده. عارفين الفترة دي جلسات وعلاجات، فيش خالص، والاجواء حوالينا يعني ربنا يا ربي يعني الفترة دي كده تيجي علينا بسلام، والشعوب كلها بسلام، وننصر اهلنا في فلسطين وفي لبنان. لان هي فعلا فترة صعبة مش عليهم، يعني هم الله يعينهم، مفيش اي حاجة تتكرر معاهم، بس فعلا الواحد بيشوف الاحداث دي يعني بيقفل من الدنيا كلها، يعني حرفيا. فربنا يا رب يسترها. المهم حبيت اشارك معاكم روتين كده سريع. زي ما قلت لكم فرشت فرش الشتاء وكل حاجه، كل البيت يعني عامه، وصورت لكم تخاطيف، ما هبقى اصور لكم بقى الفتره الجايه، ممكن اصور لكم حاجات تانية يعني. هنا بقى قلت اعمل كبسه. الرز البسمتي ده حلو، بس ما اعرفش بصراحه، مش عارفه اسمه ايه يعني، حتى انا مش مركزه برضو في اسمه. كنت هعمل كبسه، حطيت بقى الزبده ونزلت باللحمه بحمرها، بسيبها كده لحد ما تاخد سوا، هوريكم دلوقتي. وهنا ببشر طماطم. انا بصراحه بميل للكبسه اكتر بالفراخ مش باللحمه، وانا في الطبيعه اصلا بحب اللحمه قوي. هنا بقى اللحمه كانت يعني اتحمرت كويس جدا، مش استوت. هنزل عليها بالبصل، لكن اخر البصل حبه مفرزين عندي. وهنا التوم ده انا جايباه جاهز كده مفرز، بصراحه حلو جدا ومنجز. ونفسي اعمل بصل كمان مفرز، بس يلا مش مشكله، ان شاء الله نبقى نعمل. ونزلت كمان بطماطمايه مبشوره وبالتوابل، ونزلت بجزر، انا بحب الجزر فيها، ممكن انتوا ما تحطوش بس انا بصراحه بحبه. حطيت بقى التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وسبع بهارات وبصل بودر وتوم بودر. الملح بنحطه في الاخر خالص، وسبتها بقى لحد ما استوت. وبعدين بنزل بالرز، وهسيبهم بقى يستووا خالص عقبال ما اعمل صلصة الدقوس. جبت هنا برضو عندي فلفل مفرز، لسه عندي تقريبا كمان حبة منه، بصراحة برضو حلو يعني مش وحش. حاجة الوحيدة اللي مفرزتهاش الفترة دي الطماطم، ومش مفرزتهاش، ما جبتش منها مثلا وشلت البطاطس، بصراحة اسعارهم رفعوا، فربنا يعيننا كلنا يا رب ويقوينا. المهم اعمل بقى صلصة الدقوس، فلفل وتوم وليمون، وطبعا طماطم. حطيت كده واحدتين طماطم مش كتير قوي، عشان ما افورش يعني، متبقاش كتيرة اوفر، هو احنا يا دوب بناكل بس بيها الكبسة. ونص ليمونة، واحط كده يعني حبة توم كده مش كتير قوي، بس مش قليل برضو يعني لو كترت التوم زيادة عن اللزوم مش هتحبيه قوي. فحطيت كده هوريكم دلوقتي، حطيت كده يجي نص معلقة الا يعني مش كتيرة قوي. وطبعا زي ما انت بتحبي، في ناس بتحب التوم في الاكل يبقى طاغي قوي، يعني تبقى طعمه واضح قوي، فدي برضو اذواق بصراحة. وهحط هنا نص ليمونة،
انا بعمل الحاجه وبختفي، بروح حته وبرجع مش عارفه بروح فين. انا مش عارف هنا انا بعمل ايه بصراحه. بس تقريبا كنت بحط حبه خل، وبعد كده هظبط الملح بتاعها وهضربها بقى في الخلاط كل ده مع بعض. تبقى رهيبه 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 بجد، من الحاجات التحفه يعني، خطيره. انا مش قادره اوصف من جمالها. انا لو فضل مثلا منها حبه او كده ممكن تشيلهم مثلا في التلاجة. لو انت بتعملي رز بسمتي وكده يعني مش لازم كبسه، رز بسمتي ممكن تحطيه برضو جنب الاكل وتاكلوه، يعني تاكلوا بالصلصه دي برضو بتكون حلوه عامه مع الرز البسمتي. ما جربتهاش بصراحه يعني في الرز العادي او كده، بصراحه ما جربتهاش. فانا بقى عملتها زي ما انتوا شايفين، ما عملتش كتير يعني، يعني حبه صغيرين مش كتير قوي. فدول هيتاكلوا، ان احنا بصراحه بنعشق الكبسه والاكلات اللي هي زي دي عامه، احنا بنحبها قوي. الكبسه، فتة الشاورما، الحاجات اللي هي بتكون فيها زي صوصات كده شويه يعني بنحبها. وده كده شكل اللحمه دايبه دايبه. والرز انا هنا كنت كل ده ما حطيتش رز ونسيت. المهم بعد ما اللحمه اتسلقت حطيت الرز، وشايفين عامله ازاي مستويه بطريقه فظيعه 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 بجد، ادمان يعني. سواء باللحمه بقى سواء بالفراخ، كله نعمه ربنا وكلها بتبقى تحفه. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى